سلط مؤتمر انعقد بباريس حول موضوع الشباب الإفريقي والعلاقات الإفريقية المتوسطية الأوروبية، الضوء على الدور الذي يمكن أن يطلع به المغرب باعتباره واجهة بين القارتين إفريقيا والأوروبية. وشدد المشاركون في هذا المؤتمر الذي نظمته سفارة المملكة المغربية لدى دولة فرنسا على أهمية تكتيل هذه الرقعة الكبيرة التي تضم أوروبا وإفريقيا والعالم العربي في سبيل تحقيق نمو مشترك من شأنه أن يمنح الشباب مستقبلا أفضل. هناك انسجام وثيق بين الإشكاليات الكبرى التي تعرفها القارة الإفريقية والمقاربة التي يضفيها الشباب على هذه الإشكاليات، وكذلك الأولويات وتصورهم لمستقبل قارتهم. وشكل اللقاء مناسبة أيضا لتقديم كتاب أفريك ميديتراني أوروب لا فيرتيكال دو لافونير لكاتبيه الأكاديميين جان لويس غيغو وبيير بيكوش، بالإضافة إلى تقديم نتائج دراسة تحت عنوان الشباب الإفريقي حقائق الحاضر وتحديات ومسارات المستقبل للأكاديميين المغربيين إدريس قراوي ونور الدين أفايا.